السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل الجمبري بالطماطم والبصل والفلفل. وفي تركة كده بسيطة صغنطوطة خالص هتخلي الجمبري الصوص بتاعه رهيب، يعني هتميزه كده بالصوص. بصراحة طعمه لا يقاوم ساعتها. هنا معايا بقى كيلو جمبري، غسلته كويس جدا ونضفته، اشتلت الراس كده. بيبقى في الحتة اللي بيبقى فيها العين دي، بس مش الراس كلها. نضفت الظهر من خيط الرمل اللي بيبقى فيه عشان الواحد ياكل كده، وبيبقى فيه رمل كمان، خيط رفيع كده برضو في البطن من جوه. تمام. فانا هنا نضفت الجمبري كويس جدا. غسلته وبكون مجهزه ان شاء الله ليمونه عشان ارشها عليه كده يعني واقلب الجمبري فيها. بكون بقى بجهز ايه، جبت حوالي 4 طماطميات، 2 حبة فلفل اخضر، ممكن تحطي كمان 1 حباية فلفل حار او كده براحتك، او فلفل الوان حسب ما تحبي، وليمونة. وبكون مجهزة برضك بصل. انا هنا جبت تقريبا 3 بصلات متوسطين كده، وجبت كمان حوالي نص راس توم، او يعني انا مزودة شوية عن النص الراس لان بصراحة التوم حلو قوي مع السمك. هنا بقى انا هعمل ايه في كل المكونات بتاعتي دي. انا هقطعها شرايح رفيعة زي ما احنا شايفين في الفلفل والطماطم، وهقطع البصل جوانح صغيرة، وهنا التوم انا بقطعه قطع صغيرة زي ما انا عاملة كده، او بتفرميه براحتك خالص. يلا بينا بقى نبدأ الاكلة الجميلة بتاعتنا. انا جبت هنا الصينية بتاعتي وحطيت فيها معلقة زبدة وتقريبا معلقتين زيت، وسبتهم كده لحد ما يسخنوا شويه، وقمت حاطه عليهم التوم والبصل بتاعي وقلبت زي ما احنا شايفين كده. في حاجه انا بعملها، يعني ايه، بحس انها بتدي ريحه حلوه قوي الاكل، وفعلا بيكون طعمه مميز، اللي هو التوابل بتاعتي. انا هنا حطيت شويه توابل سمك، شويه فلفل اسود، شويه ملح صغيرين، شويه زنجبيل، شويه كزبره. حطيت شويه حاجات كده ايه، يعني مش كتير لان انا لسه هرجع احط برضو حاجه بسيطه كده في الاخر. تمام. وحطيت شويه توم بودره، شويه بصل بودره، وسبتهم لحد اما تقريبا البصله دبلت حاجه بسيطه. وبعدين نزلت بالطماطم والفلفل الاخضر بتاعي وقلبتهم مع بعض. طبعا الطماطم بتزرد الميه بتاعتها، وغطيت عليها كده وهديت النار خالص عشان الطماطم والفلفل يتبالوا شويه معايا، يعني ايه لما نيجي ناكلهم يكونوا مستويين مش جامدين ولا حاجه. إيه هنا بقى التركه بتاعتنا هي شويه الكاتشب دول. انا كان عندي ربع ازازه كاتشب، انا حطيتها كلها، يعني حوالي معلقتين كبار تقريبا، حطيتهم كلهم على المقادير بتاعتي وقلبتهم. يا سلام بقى على الصوص، هتلاقي الصوص بتاعك ريحه وطعم حاجه كده اللهم بارك، بجد يعني. هنا انا اتاكدت بقى ان الخليط بتاعي او المكونات بتاعتي استوت كده نص سوا، يعني بقت حلوه. يعني على ما احط الجمبري هياخد حوالي 8 دقايق، هيكون كل حاجه بامر الله بقت جميله ومظبوطه والسوا بتاعها مظبوط. هنا انا جبت الجمبري وقلبته مع الخليط بتاعي. والجمبري هنا انا كنت حطيت عصرت عليه نص ليمونه قبل ما احطه على الخليط على النار، لان يعني الليمون التوم الحاجات دي كلها كويسه جدا وحلوه مع انواع السمك والحاجات دي. و... وبسيبهم حوالي تقريبا 8 دقايق بس مش اكتر، لان الجمبري بيحتاج سوى وقت قليل قوي. لو زودنا الوقت ده الجمبري معايا بيجلد. شوفوا بقى الجمال ده، شوفوا الطعم، يعني حاجة كده اللهم بارك. بصراحة بصراحة من ألذ الأنواع للجمبري، والصوص بتاعه رهيب. وأهم حاجة معلقة الكاتشب. الكاتشب ده اهم حاجة، هو اللي هيخلي للصوص الطعم المميز بتاعه، مش هيكون مجرد خضار معاه او كده، لا، هيبقى شيء جميل جدا بأمر الله يعني. وكمان هنا بقى بتجيبي مثلا بتاخدي من الصوص تحطي على الرز، بتبقى حاجة طعم بقى رائع.
وجربوا الطريقة ديت وقلنا رأيكم، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.